عارف يعني ايه الناس تشتري منك لمجرد ان هي ارتاحت لك نفسيا، مش عشان عرض ولا سعر ولا جوده ولا اي حاجه؟ هو ده بيتم لما تبني بيرسونال براندنج صح. هي الفكره مش انا صورت فيديو ولا 10 ولا 20 ولا حتى 30 وما لقيتش نتيجه فوقفت ليه؟ كل اللي انت عملته راح. حامل السوشيال ميديا اكنها مشروع، اجتهد واتعب شويه، ممكن تقعد 3 شهور او 6 شهور او سنه كل شويه بتعمل فيديوهات ومحدش شايفك عادي، بس خلي الموضوع ياخد وقتك، خلي الناس تعرفك، الناس تفضل شايفاك على طول. النجاح الصح مش اول ما الناس ما تشوف الفيديو تشتري، لا انا مفيش حاجه اسمها كده. النجاح الصح لما العميل يفكر يشتري المنتج بتاعك اول شخص يجي في دماغه انت، هو ده الهدف. فانت بتفضل تبني قاعده جماهيريه قاعده جماهيريه قاعده جماهيريه، جالك مليون مشاهده بس اللي اشترى 10 20 ده طبيعي، بس وقت ما يقرروا يشتروا هيشتروا منك انت. فانت كل الهدف انك تعمل قاعده جماهيريه كبيره جدا، ومع الوقت تقدر تحولهم لقوه شرائيه بكل سهوله. فاستمر. اهم حاجه في البيرسونال براندنج ان هو ينجح معاك والناس تعرفك وترتاح لك وتشوفك، الاستمراريه. غير كده لو اشتغلت شويه ووقفت شويه، اشتغلت شويه ووقفت شويه، انت خسران، بتضيع مجهود كل اللي فات. ركز كويس، اهم حاجه دلوقتي في السوشيال ميديا انك تبني بيرسونال براندنج صح.